ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبايب قلبي، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. اهلا بكم في قناة يوميات سناء. الفيديو ده عجبني جدا جدا، كفتة العدس. انا عايزاكم تشوفوه. ماشي، شوفوا الطريقة بتاعته وشوفوا الطعم والجمال والريحة، واشتركوا في القناة وصلوا على النبي في الكومنتات وزيدوا النبي صلاة. وهنبدأ الفيديو ونشوف ونقول بسم الله. تنعيم الشعر للعيد، هتعالج التقصف والهيشان والكسرة والتجعيدة في الشعر. وصفة ممتازة جدا جدا تعمليها ليكي ولبنتك، حرفيا وصفة ممتازة لكل المناسبات اللي جايين عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده يا بنات جايبه لكم وصفة ممتازة جدا جدا لفرد تجعيدة الشعر وخشونة الشعر وكمان الكسر اللي بتبقى في الشعر. وصفة ممتازة جدا جدا، هتطري شعرك قوي وهتنعمه قوي. يعني افضل حاجه فيها انها ممتازه جدا جدا وفعاله. يلا بينا نبدا مع بعض الوصفه. المكونات النهارده اللي هنستخدمها في الوصفه بصوا بسيطه خالص وممتازه. اهم حاجه تمشوا معايا بالتفاصيل بالظبط عشان الوصفه تنجح معاكم. اما بالنسبه للناس اللي بتبقى عايزه تعرف المقادير وبعد كده تطلع من الوصفه، فالوصفه بنسبه كبيره مش بتنجح معاهم. اعرفوا التفاصيل والخطوات وازاي تحطوها عشان الحاجه تنجح معاكم. يلا بينا نبدا على طول نبدا ان احنا نجيب الطاسه بتاعتنا اللي هنبدا نحط فيها الوصفه. اول مكون هيكون عندنا وهو مكون اساسي جدا جدا زي اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، وهو النشا. نستخدم هنا معلقتين كبار من النشا. طيب النشا بيعمل ايه للشعر؟ اولا النشا بيساعد على علاج تجعيدة الشعر، بيعالج التكسير اللي فيه، الهيشان بيضيعه تماما. الناس اللي استخدمت وصفات النشا وما جابتش معايا نتيجه، في الاغلب بتبقى الوصفه هما بيعملوها بشكل مش صح ومش بيطبقوها صح. فلو مشيتي على الوصفه النهارده زي ما انا هقولك، هتعملي بجد وصفه ممتازه جدا جدا. اهو بسم الله الرحمن الرحيم، معلقتين بالظبط من النشا اهو بالشكل كده. تمام، هبدا بقى ان انا انزل عليها بحوالي مثلا ربع كوبايه من الميه كده بالشكل ده. تقلبي بس كويس قبل ما نرفعها على النار عشان يعني ايه ما تعجنش. تمام، تقلبي كويس جدا كده بالشكل ده عشان ما تعملش معاكي كتل او تعجن، مش بتبقى حلوه. مش بتلحقي النشا على طول بيمسك، فانت مش بتلحقي ان انت تخليها ناعمه بالشكل اللي انت شايفاه قدامك كده. فانا بصراحه بدوب النشا في الميه. تمام، في حاجه مهمه جدا يا بنات، ان انتوا تقدروا تستخدموا الدقيق مكان النشا، اللي هو المخبوزات، دقيق المخبوزات ممكن تستخدموه بدل الكورن فلاور او النشا. هتقولي لي ازاي وكده؟ لا، الاتنين بالنسبه لي انا نتيجتهم كانت كويسه جدا جدا. بالعكس، نشا دقيق المخبوزات كان ممتاز جدا جدا. وهتحطي معلقتين، يعني انتي مش هتتكلفي حاجه خالص. اهو شايفين القوام ميه، لكن احنا طبعا لسه ما حطيناهوش على النار. هتحطيه على قد ايه؟ هتحطيه على النار على قد ايه؟ هتحطيه على النار على نار واطيه. اول ما يبدا يمسك بتقفلي على النار على طول، يعني اول ما يبدا القوام يبقى كريمي بتقفلي على طول على النار. هوريكم دلوقتي. اهو يا بنات شايفين القوام بقى كريمي ماسك شويه. تمام، مش عايزينه قوام كريمي سايب، لا مش هينفعنا القوام الكريمي السايب، احنا عايزين الكميه دي. عشان هقول لكم ليه دلوقتي محتاجين الكميه دي ومحتاجينها ماسكه. يعني شايفين ماسكه لكن مش معجنه ومش مكتله. شايفين ما شاء الله؟ شايفين القوام تحفه، فلا مكتله ولا معجنه. فدي بصوا مهمه جدا برضو جدا جدا جدا. تمام، المكون التاني بقى اللي هنستخدمه، الاول هجيب اي طبق عندي وهبدا ان انا احط فيه الحاجه بالشكل كده. تمام، هنزل بالمكونات كلها بتاعتي كده بالشكل ده. هو ده القوام بالظبط اللي انا محتاجاكي. انا مش عايزاكي ان انت لما تحطي النشا او الدقيق على النار ان انت تسيبيهم وتسهي عنهم، عشان ممكن يعجن منك وتقلبيه طول ما انت حطاه على النار. بصي بصي الحلاوه اهو اهو، مش مكتل ولا اي حاجه. نقدر ان احنا نفرده على الشعر، لكن طبعا لسه ما خلصناش، احنا لسه قدامنا مكونين كمان. تاني حاجه هنستخدمها في الوصفه دي هو نص ليمونه. هتقولي لي طب احنا هنستخدم النهارده الليمونه ليه؟ الليمونه عايزه اقول لكم انها بتعالج تكسرات الشعر، وممتازه جدا على فكره يا بنات. زائد ان هي
بجد حلوه قوي قوي، بتقوي الشعر وبتعالج التساقط. يعني دي مهمه قوي. شايفين القوام، شايفين الحلاوه، لا كلكع مني وحاجه كده ما شاء الله. بصوا بدا بقى ان هو ايه، ينعم مني شويه. هل كده احنا خلصنا؟ لا طبعا، لا فاضل لسه اهم مكون. شايفين معلقه الزيت دي مهمه جدا جدا عندنا. طيب الزيت ده ايه؟ انا هنا حاطه زيت الزيتون. انتي تقدري تستخدمي اي نوع زيت انتي بتحبيه لشعرك، زيت جوز الهند بقى، زيت الزيتون، زيت الخروع، زيت السمسم. انا بحب جدا زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الجوجوبا. بس انا النهارده هحط معلقه من زيت الزيتون. لو عايزه تحطي معلقه صغيره من زيت الزيتون على زيت جوز الهند على زيت الجوجوبا، ممتازين جدا على فكره، جدا جدا في تنعيم الشعر. نيجي بقى للكومبو الكبير الاساسي عندنا اللي هو الزبادي الطبيعي. الزبادي الطبيعي يا بنات من ضمن الحاجات المهمه جدا جدا في الوصفه دي، وبتطري الشعر، تديله بصي نعومه ولمعان غير طبيعي. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا بنات، انا عندي بالنسبه لي ان الشعر يكون طري والتقصف رايح فيه والهيشان، اهم ان هو يبقى عندي انه طويل بجد. لازم يعني ممكن الاقي شعري مثلا طويل بس مقصف، الحياه فيه صفر، معدومه، شكله مجهد كده، شعر فيه بيلمس الحراره كتير قوي، شعر كده بجد مش حلو. بزعل قوي من الحاجات دي. ببقى عايزه اقول للبنت اللي شعرها كده يعني اهتمي بيه اكتر ما بتبقي مهتمه ان هو يطول. تمام، يعني اهتمي بكثافته، اهتمي بان انت تعالجي التقصف والهيشان، لان الشعر اصلا لما بيجي يطول لازم ان هو يكون التقصف فيه قليل جدا او معدوم، الهيشان فيه يكون معدوم، عشان لما يطول بصحه ويطول سريعا. يعني انا بلاقي ناس بيقولوا لي احنا شعرنا يا صوفيا ما بيطولش ليه. لما باجي ابص لشعرهم بلاقي ان الشعر مش مفهوش عنايه خالص، تقصف، هيشان، قشره، تساقط، وتساقط مش بيتعالج، ومشاكل كتير قوي. شايفين يا بنات الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ شايفين؟ والله يا بنات بجد بجد ممتازه ممتازه ممتازه. الوصفه دي بقى انا جايبه لكم فيها مفاجاه. كل الماسكات بتاعت الشعر ما بتتحطش على الجذور، الوصفه دي الوحيده اللي بتتحط على الجذور. وصفه خفيفه جدا جدا وممتازه. هتحطي الوصفه دي من الجذور حتى الاطراف. عايزاكي تغرقي الاطراف، وخصوصا الاطراف المتقصفه، الاطراف الاخيره خالص، عايزاكي تغرقيها بالوصفه دي. لو انت شعرك كثيف وطويل اعملي كميه اكبر، يعني بدل واحده زبادي 2، بدل معلقتين كبار نشا او دقيق حطي 4. البنات اللي شعرهم طويل وكثيف الكميه دي مش هتبقى مناسبه ليهم خالص. كبري على قد ما تقدري، كبري الكميه عشان شعرك تبقي مغذياه ويكون الوصفه جايبه فايده معاه. شايفين النتيجه؟ شايفين الجمال؟ وصفه ممتازه جدا جدا. انا بحطها على شعري قبل ما ادخل اغسل شعري ب 30 دقيقه، نص ساعه، 20 دقيقه، 15 دقيقه، مش اقل من كده. عايزه افضل نتيجه يبقى نص ساعه. نص ساعه قبل ما تدخلي تغسلي شعرك تحطي الوصفه دي، ممتازه جدا، هتعالج الهيشان، التقصف، ممتازه قوي. احنا داخلين على اعياد وعلى مناسبات كتير. لو انت عروسه، لو انت عروسه جديده، لو انت لسه عروسه، لو انت بنوته وبتحبي العنايه بشعرك، يبقى الوصفه دي هتجيب معاكي نتيجه ممتازه جدا. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، ما كنتش طولت عليكم معلش، لكن انا بحب دايما ان انا اكون بفيد اللي قدامي، مش مجرد بس بعمل وصفه. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، نفذوها، واللي هيعملوها اللي يعملها يقول لي تحت. واتمنى الوصفه تكون عجبتكم. لو محتاجين اي وصفه ثانيه قولوا لي في الكومنتات وانا عليا ليكم. وبس كده نكون خلصنا الوصفه بتاعتنا، ومع السلامه.